اتفضل. بارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اللي سرق ده. هذا السرق. ابعد ابعد. هو ده اللي سرق برضه. وانت برضه سرقت؟ سرقت والله. ايه اتسرق منك؟ مستكلي والله، كنت راكن عند الراجل الطيب ديه. حصل؟ ايوه حصل. انت شفته اللي هو جايب الموتوسيكل ولا لا؟ ايوه شفته جايب الموتوسيكل، بس ده انا بقول مش فاكر قوي يا اخي، بس هو ده اللي سرق على ما اعتقد منه. ايوه انا كنت راكن عندك وطلعت ما لقيتوش. بس هو اللي كنت بحكيك عليه دلوقتي ده. هو ده؟ طب اتسرق ازاي ده؟ انت كنت سايب مفتاحه عليه ولا مفتاحه في جيبك ولا؟ والله العظيم انا سيبته زي كده من برا وطلعت، بس كانت المفاتيح في جيبي. وطلعت لقيت عيلين بيزقوه ماشيين بيه. اخذت بالك منهم؟ طب اشكالهم ولا حاجه ولا؟ لا هم ملتمين بس سود. لا والله الكلام ده قلت لك انا ولا؟ لا كلام. بس العيال دول باين عليهم غريبين، مش من البلد واصل. لا مش من البلد دول جايين من برا المحافظه يا عمي. جايين من برا المحافظه دول. هو الموضوع ده انتشر وزاد عن حده. بس العيال دول ان شاء الله مش حيتعرفوا. قصدي حيتعرفوا يعني باذن الله. ما تقلقوش، حيتعرفوا يعني حيتعرفوا. والله هو احنا ما نقدرش نلوم على العيال اللي سرقت دي. تمام يا عمي. احنا نقدر نلوم على الناس اللي سرقت. ليه بقى؟ اقول لك ليه. اول حاجه الراجل الطيب ذاتي داخل الزرع ومسيب مفتاحه على التوك توك وشغال يعني يا حرامي تعال اسرق. وانت لما تخش لك مكان في بيت مهجور، بيت ما فيش جنبيه غير زرع ودنيا وكده، لازم تخلي بالك. صوجر القفل، صوجر الجدون بتاعه. في واحد لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخاف أن تسرق دابتي، أنا خايف الدابة بتاعتي تتسرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له عقلها وتوكل. اعقلها يعني قيدها، يعني اللي عايز يسرقها مش هيعرف يفك القيد. لكن في حاجة هنا اسمها العمل بالأسباب. صح. إن أنت تعمل بالسبب وتاخذ بالك. هذا الكلام الصح. وبعد كده في مثل عندنا مشهور بيقول لك ايه؟ المال السايب يعلم السرقه. صح. وده هو وماله سايب. وانت برضو حرص وما تخونش. وبراحتك، عايز تخون بعدين. هذا تكتك غاردك هتعمل لك انت. ان شاء الله يا شيخ نجيبه. هتجيبه كده ما عارفهمش اصله. اقعدوا عاد براحتكم، اقعدوا طبلوا يا بلد طبلوا. يا عاملين فين انتوا يا ابو؟ والله مستنيكم انا من بدري، ما والله العظيم عارف. يا نعدل في المكنه دي دكحنا. اطلعوا دكها نوديهم معلم دكها على طول دك في النهار لسه فيش حد اطلع الا بينا. يا راي الدنيا نهار دك معلم. لا دك اشكان بس نفك من دماغنا دي، نفك منها اشكان نشيل الشم منها. شلنا الشم دك احنا نوديها وناجي على طول. خلاص نضبطنا قرشينات بالمره. يا عم دور يا عم. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حاج احمد. اهلا وسهلا. خبر عرب. نعم تفضل. خير. الله يخليك. تمام والله بخير. فيكم. الله يخليك. خير. والله العظيم اخواننا انا سرقت النهارده. برضو. والله العظيم. موتوسيكل. مستقل الله بتكلم بيه في التلفون. واثنين المهتمين جو غفلوني. ايوه والله وقعوني، بس انا ما سكتش. جوني على اخوانا. سكتش قلت لهم ما ماكل ابوكم اديتهم بالطوب ورمحوا والله. بس والله لا هيجابوا. ما في حد بيعمل العمل اللي انت عملته ده واصل. اديتهم بالطوب. ليه اديتهم بالطوب؟ وقلت لهم ما ماكل ابوكم. ما ماكل ابوكم. الله ينور عليك والله. الله يبارك فيك والله. يا عم اهل البلد. لا جميل يا عمي جميل. ده ببرشم. كنت مبرشم انت؟ ايوه كان برشم. ده على طول برشام معاه في جيب 24 ساعه. ده انت المفروض يسرقوك انت ذات نفسك. بتبرشم ولا برشم انت؟ بس ما يعيش بحقنا هجيبه ان شاء الله. لا كل حاجه هتتحل بالعقل وبالذوق وهنجيب لك حقك باذن الله، وهنعرفهم مين دول. لا هيجابوا. ما فيش باطل بيدوم باذن الله. السرقه الثالثه دي في يوم واحد برضو.
السلام عليكم. يا سيد المعلمين. تفضل يا سيد المعلمين. يا عمي تمام تفضل اقعدوا يا سيد المعلمين. يا عمي تمام. الله يبارك فيكم والله. لا مؤاخذة. يا عمي تمام. هي الدنيا؟ تمام والله. هي الجديد؟ جديد والله العظيم، مليناك المخزن الاستكلاك والتكاتك كل الانواع. منور عليكم يا عمي. والله العظيم. بس عايزين فلوس ايش كان يزكيكم؟ عيني ليكم يا عمي. بس في خبر مش كويس. إيه؟ البلد بدك تعرفوا مواصفاتكم. انا سمعت اللي كانوا عاملين اجتماع. ما انا كنت معاهم يا خفيف. ما تقلقوش، انا كنت معاهم. كلمة واحدة حقولها لكم. يا سيد المعلمين. كلمة واحدة حقولها لكم. طالما في مغفلين في البلد مش حنبطل سرقة واصل. تمام.